اول حاجه انا اتعلمتها من عمي احمد ووالدي، انه انت لازم كل فتره تطوير، كل 7 سنين لازم تطور من نفسك، تبقى في حاجه جديده. تمام. فانت مش معتمد او الاستراتيجيه بتاعتنا مش معتمد على جيل اول ولا تاني ولا عاشر، لا انت معتمد ان انت تطور من نفسك. وفي نفس الوقت في كده حاجه اتعلمتها في علم التسويق، هاو تو اتشيف كاستمر نيدز، ازاي تلبي رغبات الزباين او العمل. او العملاء. انا بشوف السوق عاوز ايه والبي له طلبه. النهارده السوق مثلا عاوز منتج بالشكل الفلاني او الطعم الفلاني، هلبي له. النهارده انا لما اقول مثلا يا هواري انت والله انا ما بعملش غير البن الغامق، طب انا هواري بيشرب بن فاتح، خلاص هواري هشوف غيري. صح. طب هم 5 6 اللي بيشربوا بن غامق، هفضل عايش عليهم مش لغايه لما هت... هيجي وقت الاقي في ناس تانية بتعمل منتجات تانية مختلفه، خلاص انا موتت الشغل بتاعي. التطوير واللي انا اشوف احتياجات العملاء بتاعتي ايه والبيها، هو ده اللي ينجح ايا كان الاجيال ايه. بالعكس انت الجيل الثالث والرابع وكده هو، لما كل الاجيال بتكتر هو عنده ميراث من الخبره وميراث من الاخطاء اللي هو وقع فيها او غيره او اهله وقعوا فيها، تقويه. بالعكس ده قوه، ما تضعفوش. الضعف بيجي بس من عدم التطوير وعدم مواكبه الذوق العام في الوقت اللي هو عايش فيه. عشت كتير في اوكرانيا، 18 سنه. كنت بتعمل ايه؟ انا رحت في الاساس ادرس تدرس ايه في اوكرانيا؟ هندسه. اوكي، هندسة ايه؟ انا هندسه كهرباء او ميكا الكترونكس، يعني كهرباء، يعني شغل مصانع. شغل مصانع. اه. ها. وبعدين عملت ايه بقى؟ عاد اكيد مش 18 سنة بتدرس يعني. لا عملت ماجستير. اثناء الدراسه بتاعتي هناك كانت عندي مشكله ان انا الاكل. انا راجل اكيل وانت عارف انا من زمان انا راجل امم. اكيل. فكنت كل حاجه بدور على الاكل الحلال ما الاقيش، الاقي في مدينه تانية وعقبال ما يشحنولي الاكل يا اما يجي بايظ يا اما كده. فكان عندي مشكله. فنزلت اجازه في القاهره هنا اهوت، بتكلم مع بابا ومش عارف ايه وبتاع، بقول له ايه ما تديني ايه افتح هناك مشروع. قال لي انا مالي. قلت له يا بابا يعني انت مالك؟ بقول لك انا مقضيها مكرونه ومعجنات، خلاص انا امم. آه، شويه وهبقى شبه الفيل، ارحمني. خلاص، عايز اكل اي بروتينات. خلاص شوية ارحمني. اوكي. فقال لي اتصرف مع نفسك. رحت واخد العربيه انا كنت بروح بتاعتي. اكنس المحل مع حاج ما خلاص بقى، هو خلاص بقى، هو يعني ايه انت، هو كان معترض على فكره ان انا اسافر. فمن بابه بقى فهو عايزك ترجع. انت مش انت بقى قررت خلاص بقى شيل 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 شيلتك. شيلتك. صح. طب اعمل ايه؟ كان عندي عربيه، رحت واخدها من وراه ونازل يوم الجمعه مدينه نصر وبعتها. كل ما جيب. يسالني على الجيب بالظبط. ايوه كنت فاكرها جيب. فكل ما يسالني عليها اقول له اصل مش عارف ايه باظ فيها فبتتصلح. قلت له الاجازه. اه. رحت واخد فلوسها وبتاع، ورحت مسافر بفلوسها. رحت عملت هناك كشك شاورما. في اوكرانيا. انا واحد صاحبي لبناني، وصاحبي اللبناني ده هو كان اوريدي عنده كشك تاني بتاع شاورما. بتاع شاورما. كنا نروح نذبح الفراخ ونذبح اللحمه حلال ونشيلها وكده. ابتدينا بكشك. هو بدأ بكشك وانا ابتديت بكشك، بعد كده ضمينا على بعض. طب ايه رأيك ده في محل في الحتة الفلانية هيتأجر بسعر رخيص، محل صغير. اخدناه وبدأت العجلة من كده لغاية لما عملنا مجموعة هناك كان اسمها بيروت هول، لان هو كان صاحب الفكرة. امم. هو لبناني فسماها بيروت هول. ده كان المكان الوحيد اللي فيه حلال ومجمع للعرب والمصريين. كسب. كسبنا بس بعد الحرب بتاعت اوكرانيا دي كل حاجة راحت. خدوا الفلوس. مش خدوا الفلوس ده، انا يعني انا لقيت حد بعت لي فيديو على الارض. ضربوا المحلات. لا وقتها كسب قبل الحرب، يعني كنت بتكسب وانت عايش هناك من الموضوع ده. انا جبت هناك، عندي هناك فيلا وعندي هناك موتيل، يعني انت موتيل صغير. فيلا وموتيل من اه الشاورما ولا من فلوسك؟ لا، بداية الشاورما. وعملت شغل تاني هناك غير الشاورما؟ مطاعم، عملت مطاعم من صفر، من عربية جيب؟ من عربية جيب. كان جد. اه والله، اصل هناك انا كان بالنسبة لي فرصة ليه؟ انا الوحيد اللي حلال. الاتراك يجوا لي، الدول اي دولة مسلمة
يجي منها سياح او يجي منها عايزين طلبه. ياكلوا عندك. ولا الحلال موجود، الوحيد المكان الحلال. ده كان ده سنة كام؟ بنتكلم في 2009. اه كان من شويه حلوين. آه، فمن ده اخر 2008 بالظبط. عملت من ده موتيل، وعملت من ده جبت ارض وعملت فيلا. عليها بيت وعملت عليها فيلا. اتجوزت هناك انت كمان؟ اتجوزت مرتين في اوكرانيا. في اوكرانيا. الله عليك. اه عيب عليك بس انت. بس انت في حد مكمل معاك لحد دلوقتي؟ اه، مراتي اللي هي اه ام بنتي. اه دي برضو اوكرانية. اوكرانيه اه. اه طب انت ما شاء الله انت هناك ما كنتش عايز ترجع اكيد؟ رجعت عشان خاطر يعني خلاص، يعني انا ايه، تشبعت من اوكرانيا. بس انت عملت فيها بيزنس كبير بتاعك من غير بقى حاجة عندي ولا غير شريكي حاجة. عندي شريكي هناك هو اللي بيدير الدنيا. ورجعت عشان خلاص يعني ايه، كانت مراتي بقى حامل، فانا لازم ارجع. انا عاوز بنتي تكون في بيئه مصريه اللي انا اتربيت عليه، وفي نفس الوقت الحاج كبر. فلازم تبقوا اه. جنبه. وابتديت اخش بقى اللي هو ايه، شويه سياسه.